بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز ايديال زانوسي 4 شعلة، نظام الغرفة أو الفونيا من فوق. طبعا كان حد شغال فيه قبل كده والماسورة بتاعت العين الكبيرة دي وقعت تحت. دي فونيا مقطومة فيها اهي. ففي مشاكل كتيرة في البوتاجاز أيا كان نوعه. نظام الغرفة والكوباية من فوق ديت الفونيا من فوق بتبقى اعطالها كتير جدا وبتتسد على طول، فاحنا هنعمل تعديل ان شاء الله في البوتاجاز دوت. هننزل الفونيا تحت وان شاء الله هو ده اللي بيقعد في البوتاجاز. يعني البوتاجاز ممكن يحصل له اي حاجه تانية تمام وتتغير برضه الا اللي احنا هنعمله ان شاء الله ده. يعني احنا بنركب اعداد المونيا. دي الارضيه بتاعته بتبقى راكبه مسامير من الجناب ومن قدام مع العلبه، فاحنا بنقطعها كده من جوه ولبره وبنخلي زي شفه كده بنحط عليها الارضيه. ركب لها الارضيه ايديال القديم عادي تشتغل عادي مفيش مشكله. طبعا احنا الاول هنديله غسله الاول كده اهو. بعد الغسله فكل عين مربوطه بمسمارين، كل عين مربوطه بمسمارين اهو. المسامير دي اصلا مش هتحل لان غالبا بتبقى سن صاج او إلين. في مسامير بتبقى إلين نجمه، ففي مسمارين برضو من ورا، 2 على اليمين و2 على الشمال. فانا بعمل ايه؟ بحل المسمارين اللي ورا دولت اليمين و2 شمال، وفي مسمارين قدام هنا كده، ادي واحد اهو ادي التاني. وبرفع الوش من قدام كده اهو، مجرد بس اشوف الصواميل اهي. احل بقى الصواميل من المحبس. ادي واحده اهي، ادي التانية، ادي التلاتة، وادي الرابعه مقطومه اهي. الرابعه بتاعت العين الكبيره اللي بقول لك على الماسوره كانت مقطومه اهي عشان ده كان بيولع من تحت وبيهب. فكانت المشكله مع اي صنايعي ان هو يحل الوش، هيفرتك البوتاجاز مش هيتلم تاني. فاحنا هنعمل تعديل ان شاء الله، ننزل الفونيا من تحت. فانا حليت الصواميل. فطبعا انا هجيب لكم بس بفور واحده، التمانية هيتفوروا زي الاولانيه دي. ماسكه بمسمارين هي. طبعا هنفورها بالصاروخ عشان ما نجرحش الوش من فوق. في ناس بتقطع المسامير دي من فوق وتبوظ الوش، لا انا بقطع مسمار من تحت بحيث الوش من فوق يبقى مفيهوش اي حاجه، يرجع اصلي بتاعه سليم كأني حلل المسامير. يعني تجريح بتاع الصاروخ ده من تحت مش بيبان. وبعدين انا بقطع المسمار على طول، يعني الصاروخ مش بيلمس الوش خالص. ادي فضيته انا اهو. المسطره بقى او الشاسيه بتاع البوتاجاز اللي احنا هنصنع عليه، لازم اهم حاجه في الشغل ضبط الشغل تمام. فاحنا هنقيس كذا نوع وفي الاخر هقول لكم النوع اللي هيمشي عليه، بس انا بجيب لكم التفاصيل كلها واحده واحده. فانا عامله التعديل ده على كذا بوتاجاز قبل كده وعلى كذا النوع ده برضو. فدي مسطره يونفرس، دي مسطره يونفرس طبعا لا جايه لا طول ولا عرض، ده يونفرسال القديم. وفي مسطره يونفرسا اللي هو جراند. النظام المسطره ديت او السوايز ديت اهي، دي لا جايه لا طول ولا عرض. دي زي مسطره ايديال برضو. يعني انا جايب 4 مقاسات، مفيش حاجه غير حاجه واحده. ودي برضو ايديال القديم صغيره لا طول ولا عرض. فاللي هتيجي عليه اللي هي الرابعه اللي انا هحطها ديت دي اكسبريس اهيت، بوتاجاز اكسبريس اهي. هتيجي كده بالطول، دي افضل حاجه واقرب حاجه للقرام بتاعه البوتاجاز اهي كده تمام. احنا كده جبنا الشاسيه اللي هيركب تحت الوش. ان الشاسيه ده بيركب عليه العمدان الالومنيا اللي انا هوريها لكم دلوقتي، وده افضل تعديل بيتعمل للبوتاجاز. فونيا بتبقى تحت والومنيا ومش هيجرى له اي حاجه. ادي الوش هنظبطه اهوت اهو. بنظبط الخرام على العين. هي الفنيات ديت اهم حاجه في الشغلانه عشان تطلع الشغلانه صح كأنه جاي من الشركه اهو. انا كده ظبطت العيون كده تمام. هيطلع بقى الوش. انا كده ظبطت العيون، المسطره مع العيون. اوريكم الحاجات اللي هتركب
ادي البيبة الالمونيا والفلانشة الالمونيا. ادي العمود ده بيبقى واصل، العمود ده في اخره فيه سن وبنوصله بماسورة للمحبس. بنعمل شبكة نار او بيت نار من تحت، كل بيبة ليها ماسورة رايحة للمحبس بتاعها، ان كل محبس وليه عين بتاعته، الا الفرن والشوايه شغالين على محبس واحد، يا اما فرن يا اما شوايه. بنعمل ليه تعديل برضو، بنشغل الاتنين مع بعض حسب الزبون ما هو عايز. اهو كده الاربعه. فعشان الوش وهنعلم بقى الزيادات اللي في المسطره عشان ما تبقاش الوش ممكن تعلي الوش من تحت، لا انا اقطع الزيادات اهو ونعلم اهو. ادي كده انا ثبت المسطره بتاعت البوتاجاز وقطعت الزيادات وثبت كل واحده بمسمارين. كده احنا ايه عملنا شاسيه للبوتاجاز اللي هنثبت عليه بيبات الالومنيوم. كل بيبه من ديت ليها سن وبنوصلها بماسوره للمحبس على كل عين المحبس بتاعها. ادي كده احنا صممنا البوتاجاز. هنبتدي بقى نعمل بيت النار بتاعه من تحت اهو. وكل بقى بيبقى ليها ايه مسمارين لازم يتثبتوا في الشاسيه، مش نثبت في الوش لا، عشان الوش يبقى سهل في شيله وحطه اهو. ادي البوتاجاز اهو. هوريكم برضو النار بتاعته لما يركب.